البراند ده مش ناوي يجيبها البر في القاهرة والجيزة، وكمان بيقولوا انه ناوي يدخل على جميع المحافظات، وتقريبا كده مش عاوز يكسب وبيضيع علشان بيشتغل بخامات اصلية وغير مصنعة زي السمنة البلدي والقشطة البلدي، وعلشان كده اسمه كنافة بالقشطة. كنافة بالقشطة له 5 فروع داخل القاهرة والجيزة، وفي وقت قصير جدا قدر يحقق الانتشار السريع ده، وده معناه انه بيعمل منتج جامد في الحلويات الشرقية والغربية وبأعلى جودة. ولما رحت اجرب لقيت عنده تشكيلة جامدة من الحلويات الشرقية اللي كانت ريحتها جايبة اول الشارع، وقلت ان ممكن يكون بتاع فطير مشلتت وغرقان في السمنة البلدي. ده كمان مش مكتفي بكده، لقيت عنده الحلويات الغربية وكل اختراعات دبي اللي بيقولوا عليها، زي كيكة دبي اللي غرقانة في الكنافة بالبيستاشيو، والقشطوطة اللي غرقانة في اللبن الفريش، والتارت بعين الجمل والكراميل اللي عجبني جدا، والمولتن كيك والجاتون لوكسي وطواجن رز بلبن والنوتيلا، والملفيه بالمربى اللي الفينش بتاعه زجاجي جدا وطبقاته كانت هشه جدا. وعنده حاجات تانية كتير محتاجه يومين تصوير، يعني عندهم كل ما هو موجود في عالم الحلويات الشرقيه والغربيه. دخلت بقى عملت تشكيله شرقي على كيفك علشان نشوف الاشكال الخرافيه دي طعمها هيكون ايه. بما اننا النهارده ان احنا في كنافه بالقشطه، فاول حاجه هنجربها معانا الكنافه بالقشطه اللي هي اسم البراند يا جماعه. قول بسم الله الرحمن الرحيم. كنافه بالقشطه طبعا رق كنافه ورق قشطه، قشطه بلدي، وده اسم البراند بيدل على القطعه اللي في ايدي دي. انا شايف بقى ان هنا الرموش بتلمع، يعني حاجه كده. معلش تعالى معايا كده ثواني. بتدوب. الناس بقى اللي بتعشق المكسرات يا جماعه والبندق، تعالى نشوف كنافه بالمكسرات عامله ايه. رق كنافه ورق مكسرات. التحميصه بتاعت المكسرات هايله، تحس انها لسه متحمصه دلوقتي حالا، وكل ده خلي بالك برعايه الزبده الفلاحي. نسيبنا بقى من الشرقي وندخل على الغربي، يلا بينا. تعالوا بقى نجرب التشكيله الغربي ومنتجات دبي، واللي جربت منهم كام حاجه كده على السريع علشان ما اطولش عليكم. ده طرت عين جمل يا جماعه، عباره عن مكسرات عين جمل، كراميل وكريمه وبسكوت. شايفين عامل ازاي؟ جميله قوي. في منه طرت نوتيلا، يعني الناس اللي ما بتحبش الكراميل ممكن تجرب النوتيلا، هيبقى جامد معاها. تعالوا بقى نبص على الحلاوه. بنفيه مربى، الشكل زجاجي. شايف اللي تحت؟ شايفين؟ ده جلاش ده ولا ايه؟ 3 طبقات ما تعرفش مصدرهم ايه، بس الطعم حكايه. هرجع لها تاني دي. بقى نجرب الجاتوه عند كنافه بالقشطه. انا شايف ان شكله مميز جدا، وهنشوف طعمه بيقول ايه. مش مسكر قوي وطعمه متناسق مع بعضه. شايفين الفينش عامل ازاي؟ يعني فينش بتكلف اكتر من حته الجاتوه نفسها. انا بقى جاي علشان ده. كيكه دبي، كيك فادج وكنافه بالبيستاشيو، وفي الاخر خالص نوتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت متخيل ال3 حاجات دول فوق بعض ومش مسكره؟ وفعلا عجبتني جدا. ما تصورش بقى، ها؟ الكنافه اللي في البيستاشيو بتقرمش معاك جامد، مش طريه، فاهمني؟ لا جميله والله بجد. وده كان رايي بكل صراحه عن كنافه بالقشطه، وكمان الاسعار قريبه قوي ومش اوفر، وزي ما قلت في اول الفيديو انه بيضيع علشان لسه عاوز ينتشر بشكل اكبر ويقدم افضل منتجات الحلويات داخل وخارج مصر. واكيد لو جربته هيكون المفضل بالنسبه لك دايما. هسيب لكم عناوين الفروع في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.